السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في القناة بتاعي مرة أخرى. جربت بلاي ستيشن 3 عام 2025. هو من الصغر متاعي يعني ما عمري ما لعبت لا بلاي ستيشن لا 2 ولا 3، غير 2025 قررت باش ناخذ بلاي ستيشن 3 ونلعب بيها شباب. وكانت الصدمة، هو البلاي ستيشن 3 يخدم معناها، لكن وحلت في برشا مشاكل نوعا ما في كيفية تنصيب الألعاب معناها من البي سي للبلاي ستيشن 3. واخيرا يعني بعد محاولات كثيره نجحت في تنصيب الالعاب على بلاي 3. صبيت من نزلت العاب البي سي، وبعد كده نقلتهم من الفلاش ديسك، من الفلاش صبيتهم للبلاي ستيشن 3. والحمد لله جربت يعني الالعاب الكل بريسك، والالعاب يعني اللي هبطتهم جربتهم وذكروني يعني بالذكريات والحنين الى الالعاب الماضي، كلعبه يعني بيس 2018 وبيس 2013 زادة. لعبتها برغم اني قبل، لكن ما نذكرش معناها لعبت بيس 2013 ولا لعبتها شويه بركه. لكن يعني ما شاء الله هي بيس يعني كانت أنا من محبي بيس الحقيقة معناها. وزاد لعبت كول اوف ديوتي، لعبت سايلنت هيل، يعني الألعاب هذه كله برشا ألعاب. وهاني جاني هبط لكم أنا مونتاج، عملت مونتاج تاع برشا ألعاب جيم بلاي وهبطتها. ويعني تتذكر الألعاب تعطيك برشا ذكريات مشوقة وكبيرة برشا يعني في كل شيء. الملخص أنا رأيت أن البلاي ستيشن 3 عام 2025 وتونا حنا في 2026 هو يمثل يعني وسيلة للترفيه. وحتى البلاي ستيشن 2 مانيش عارف السبب، يمكن على خاطر هو جا في بريود قدم يعني ألعاب متطورة شوية على جيل، على الوقت نتاعه ولا على الجيل نتاعه. سؤال، هل أنت تتفق معايا كيف لا؟ وهل يعني بيصير البلاي ستيشن 3 وحش في 2026 ولا تقاعد صحيح؟ انا هز نظرتي كيف ما نقولوا. خليك معايا يا شباب وشوف بعينيك يعني الفيديو ترحبط فيها على البلاي ستيشن 3، بتشوف دعم اشتراك القناة. ونستنى جوابكم معناها في الكومنتات. بس اكيد الدعم والاشتراك شباب، و